مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتى الصوب. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على الوصفات المنزلية وعرفنا ازاي انها خطر على النباتات بتاعتنا، وجالي كومنت وسؤال في منتهى الجمال والروعة. صديقة القناة بتسأل: طيب احنا لما نرش الأسمدة المعدنية بعد قد ايه نقدر ناكل من النباتات اللي هي النباتات المخصصة للأكل يعني؟ كويس. الكومنت ده مهم جدا جدا جدا، والسؤال ده مهم قوي 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 قوي. خلينا نجاوب عليه باستفاضه وبشرح كده هادي وهايل. بس قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتى الصوبه، خليكم معانا. خلينا نتفق الأول إن التسميد هو عبارة عن مجموعة معادن ياخدها النبات في صورة عضوية أو في صورة معدنية. لو حطينا الأسمدة في صورته العضوية فهو هيستخلص منها المعادن اللي هو عايزها. كويس. طيب لو حطينا في الصورة المعدنية برضه هيستخلص معاها المعادن اللي هو عايزها. كويس. طيب احنا عارفين طبعا العناصر الكبرى والعناصر الصغرى اللي هي الان بي كي، والعناصر الصغرى اللي هي زي الحديد والبورون والنحاس والكبريت والكلام ده كله الاخر. فالنبات يستخلصها من الصوره المعدنيه او الصوره العضويه. طب امتى اقدر اقول ان النبات اللي احنا بناكله، الجرجير، بقدونس، الحاجات اللي احنا ممكن نزرعها في بيوتنا وناكلها، امتى نعرف، امتى نقدر نقول عليها انها اورجانيك او مش اورجانيك، يعني ما فيها سموم او ما فيهاش سموم؟ الموضوع يا جماعه ملوش علاقه بالتسميد خالص خالص خالص. زي ما احنا قلنا كده، معلش هعيد تاني، هي مجموعه عناصر هياخدها من الصوره دي او الصوره دي، فتمام قشطه، مش هيحصل اي مشكله، هو بيستخلص العناصر دي. تمام. طيب امتى اقول ان النبات دوت او الاكل اللي انا باكله دوت مش اورجانيك؟ ده بيحصل عن طريق المكافحة الحشرية أو المكافحة الفطرية. تمام. طيب المكافحة الحشرية عشان نحطه مبيد حشري للنبات أو على النبات، بنحط له سموم معينة علشان تقدر تكافح أو تقدر تقتل الحشرات ديت. من الناحية التانية الإصابات الفطرية برضو بنحط لها نحاس وحاجات سامة عشان كده، عشان تقتل الفطريات ديت. هي دي اللي نقدر نحدد منها النبات ده اورجانيك او مش اورجانيك. كويس. طيب احنا نحل القصه بتاعتنا ازاي؟ المكافحه اليدوي. لو احنا عندنا نبات عندنا في البيت، كويس، وعندنا اصابه حشريه، لو كافحناها يدوي يبقى النبات بتاعنا اورجانيك، نقدر ناكله بكل بساطه وكل سهوله. تمام. طيب لو ما كافحناش اورجانيك واضطرينا ان احنا نرشه مبيدات حشريه، لازم نستنى مش اقل من 14 يوم علشان نقدر ناكل من النبات دوت. ده موضوع مهم يا جماعه قوي على فكره. الناس كلها فاكره ان التسميد هو له علاقه بالاورجانيك او مش اورجانيك، يعني لو سميت عضوي يبقى انا باكل زرع اورجانيك. لا، الموضوع كله خاص مش بالاسمده، هو الموضوع خاص بالمكافحه، حشرات، ديدان، فطري، الحاجات دي كلها. علشان كده دايما تلاحظ ان الخضار او الفاكهه اللي هي احنا بنشتريها اورجانيك بتبقى غاليه جدا. ده ليه؟ علشان المكافحه فيها بتبقى مكافحه يدوي. كويس. طيب ده بيحصل وده بيعمل مشقه كبيره جدا جدا للفلاح، ويبقى نسبه الهدر في المحصول نسبه كبيره جدا. يعني انا عقبال ما اكافح الجزء ده، تمام، وامشي امشي 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 امشي، انا بكافح يدوي، تكون الاصابه هنا ملت الدنيا واكلت نص المحصول. علشان كده الزرع، الاكل، الخضار والفاكهه الاورجانيك بيبقوا غاليين جدا جدا، مش موضوع فكره ان انا بسمد عضوي او بسمد معدني. يا رب يكون الفكره وصلتنا.
وكان كده خلصت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الفيديو على قد ما تقدر عشان معلوماتنا توصل لكل العالم. واللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. واي سؤال اكتبوا لنا في الكومنتات تحت واحنا ان شاء الله رب العالمين نجاوب عليه. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.